أنا هنا أريد فقط أن أقرأ مقطعا من كتابك الذي نشرت عن هذه التجربة، اسميته استجواب الرئيس، الذي نشر عام 2016 وترجم إلى عدد من اللغات طبعا ولاقى رواجا كبيرا. تقول: أعددنا أنفسنا لدخول صدام، ثم انفتح الباب فجأة ودخل وهو مغطى الرأس، ثم رفع الغطاء ليتمكن صدام من إلقاء نظرة سريعة حول الغرفة. هل لهذه الدرجة كانت شخصية صدام حسين طاغية أمام من يلتقيه؟ يا إلهي، لا يمكنني أن أوفي هذا المشهد حقه. حين دخل الغرفة شعرت بتغيير في القاعة وشعرت بحضوره. كان له حضور طاغٍ رغم وضعيته كسجين. شعرت بتغيير الأمور حولي. كان أحد أكثر الأشخاص كاريزمية وهيبة. هذا فاجأني. توقعت أن أقابل جزار بغداد، وها أنا ألتقي بشخص يبدو أنه لطيف للغاية. لقد كان لديه سحر طاغٍ، وكان يحاول أن يترك انطباعا جيدا عندنا، وقد نجح بقدر كبير في ذلك. توقعت أن أقابل جزار بغداد.